الشارع، هتيجي وترمي نفسك هنا، انت حر. بص 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 بيعمل ايه. طب انا نفسي اعرف ايه الحركة دي. يعني انت قولي كده ايه، يعني انت ايه المقصود باللي انت بتعمله ده؟ انت يا عم رعد، عم الحوج، بص لي هنا. امم لا والله ولا. انا لسه صاحيه من النوم يا عيال، لسه يا ولاد صاحيه من النوم. الساعه 10:30. اتأخرت في النوم، بس انا نايمة واخر النهاردة. يعني نايمة الساعة كام؟ نايمة حوالي الساعة 7:30، 8 ولا حاجة، يعني تقريبا 7:30 كده. والله كنا ناويين ان احنا بعد الفطار امبارح ناخده ونخرجه، نوديه كافيتيريا اي حاجة، عشان هو كان ماشي زعلان امبارح وغضبان، وكان عايز يروح مائدة الرحمن. فانا كنت ناوية امبارح، بس مش عارفة احنا بناخد بنج بعد ما بنفطر. يعني احنا بنفطر بنحط بنج في الاكل، بعد الفطار الواحد مش بيقدر يطلع ولا يروح ولا يجي، يا دوب نغسل المواعين، نعمل ننظف بقى الحاجات مكان الفطار، ومفيش يعني حاجة في السريع كده، وتلاقي خلاص بعد السحور، فبنجهز بقى للسحور. نفسي اروح القاهرة كده، نفسي اخد يوم او يومين في القاهرة، نفسي افطر في القاهرة. والله نفسي افطر على مائدة الرحمن في القاهرة، يعني في الحسين، في الحتت الجميلة دي. يعني انا بعمال اخطط كده من اول رمضان ان شاء الله نروح نفطر يوم كده في مصر، وممكن احتمال ممكن ناخد معانا رعد. بس المشكلة في حتة ايه، ان احنا لو خدنا رعد احنا بنركب قطر، فهناخده ازاي؟ ممنوع اصطحاب القطط والحيوانات، الا اذا بقى اضطرينا نركب حاجة تاني، يعني عربية، وده صعب لان احنا هنبقى صايمين. فايه رأيك يا استاذ رعد في الموضوع ده؟ ها؟ حتى هنا بدور على حد في اسيوط يكون كوافير للحيوانات، يعني يكون حلاق للحيوانات، عايزين نحلق له شعره. مش نحلقه له زلبطه، لا، عايزين نحلقه له، نعمل له فورمه كده، يعني نحلق له شويه من شعره ده، لان شعره طويل خالص. بصوا بصوا. سمع حد بيعطس؟ يرحمك الله يا حاج ابو سريع، يرحمك الله يا معلم ابو سريع. خد يا عم، خد يا عم رعد. عبد الرحمن اللي عطس، مش انا يا معلم. هو بيدور على ايه تحت الكنبه؟ الإضاءة وحشة صح يا ولاد، لأن أنا طافية النور. أكيد بيدور على بودي. في حشرة كده عاملة زي الفراشة اسمها بودي، دي لما بتيجي على البلح أو بس هي غالبا بتيجي على الدقيق، يعني عشان كده سموها أبو الدقيق. فهو مشغول بيها على طول، كل ما يشوفها يقعد يلعب معاها. اوه، الهوا شديد، هوا شديد جدا. فتح البلكونة. خش استكشف ايه اللي حصل.
شوية وندخل البلكونة انا وانت، نتفرج الناس على الزينة بتاعت رمضان اللي العيال اللي عملوها. ماشي رعد؟ ماشي. بصوا الهوا لما اتفتح البلكونة دخل قشر توم. عايزة بقى ايه يا ولاد؟ اتنشط، عايزين نتنشط كده ونقوم. انا بفكر اعمل ايه، مش عارفة اعمل ايه. اه نفسي اخرج، نفسي اروح مكان مختلف عن اللي احنا فيه، يعني اغير جو. دخل البلكونة. تعالى يا رعد ندخل جوه. تعال تعال نخش البلكونة. تعال اطلع هنا، اطلع فوق هنا. بص الزينة يا عيال، الزينة جميلة ازاي، والله انا ما شايفة حاجة. تعال اطلع هنا، خد اطلع فوق هنا، اطلع هنا. تعالى اطلع يلا. اطلع راح. بص بقى الدنيا بايظه ازاي، الدنيا بايظه، الدنيا هاديه ازاي، مفيش حد لسه صاحي، كلها نايم، ناس بتنام لغايه الظهر. بس شكل الزينه جميل ازاي. شكلها حلو خالص. مش هتطلع فوق هنا؟ طب تعالى ندخل يلا. تعال يلا تعال خش. وده يسكت؟ مش هيسكت انا عارفاه. بس لف لك منين؟ لف منين؟